وهنا نحن في عشان أقسام الشوكولاتات والبسكويت. دي طبعا الأسعار عندهم كحك بس بيبقى طعمه وحش مش حلو يعني أوي. أكتر حاجة الروس بيحبوها وبيبدعوا فيها شوكولاتة، كل أنواع الشوكولاتة. المقاشات اللي هي من العصر العثماني، هي من العصر الحجري، مش عارف أنا. أقسام المكرونة، وهنا أقسام الاندومي. ده عليه عرض الاندومي ده أكتر اندومي يعتبر شريك لمصر. واتنين وقت ما الواحد يكسل يعمل أكل. هنا بقى الشيطان تتربع هنا، يعني كمية خمور وفودكا وحاجات استغفر ربي يعني كثيرة جدا جدا جدا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والله الواحد بيخاف يجيب عصير احسن يكونوا حاطين فيه كحول يقول لك 6%، وفعلا في كده. دي ايه دي؟ ديت اللي هي اسمها ايه؟ والله نسيت. مش كمثرى اسمها، ده عنب باين شكله مش عارف وحش. وديت ايه؟ دي شمامة كبيرة اوي كده، وده بطيخ عايز ترمي، وديت المفروض تبقى كمثرى بايظة هيرموها بكرة الصبح، وده موز مهجنينه. ايه ده؟ طب والنبي أرضى ضميركم، ده جابوه منين؟ احنا ما عندناش اساسا شجر جوز ولا نخل ولا اي حاجة، جايبوه منين؟ وبعدين هي البتاعة بتبقى اكبر من كده، دي عاملة زي البلية. ايه ده؟ وديت كانت هما جايبين الحاجات ديت ديكور بس عشان المول يبقى كبير ويبقى فيه كل حاجة، بس الحاجات ديت الظاهر مش بتترمي، الحاجات ديت مش بتتجاب تتاكل. والله زي ما بقول لكم كده الحاجات شكلها يعني منظرها بس كده، ده المول ده جميل كده، بس تيجي تشتري حاجة للاستخدام الشخصي لا، غير والحاجات ديت ايه ده؟ طب والنبي يا جدعان اللي يعرف ده يقول ايه البتاع ده؟ ده توم ده، ودي فراولة. الله، الفراولة 300 روبل يا جدعان. الجميل ده ب 100 جنيه، الطبق الجميل ده اللي ما يجيش نص كيلو ب 100 جنيه، 250 جرام. 250 جرام بأكتر من 120 جنيه. وعندهم كريز، والله الروز دولت على الله حكايتهم. وده حاجات المجففة، ودي بطاطس، كرتوفة، جزر معفن. استغفر الله العظيم، ناخد ذنوب. وايه اللي بتاع الجزر ده؟ مش عارف، مش عارف. ديت بتاعت قرع العسل. يلا. ديت حاجات خنزير بقى وحصنة. هنا بيذبحوا الحصان، ده بيتهيألي لحم حصان ده. بيقولوا لحم الحصان جميل يعني مش حرام. ملناش علاقة بالحاجات دي، الحاجات ديت للتصوير فقط. هنا نصيحة لأي واحد في روسيا، اوعى يا حبيبي تشتري حاجة انت ما تعرفهاش، هتندم، فلوسك هتخلص وهتتقرف من روسيا، لأن الحاجات هنا أساسا الحاجة اللي ما تعرفهاش سيبها في حالها، اتفرج عليها كده بس من بعيد. ديت بقى زبادي على سمنة على زبدة، ده لبن، والكيس ده عامل زي الزبادي، طعمها جميل تقيل كده، تحس ان هو تقيل مش خفيف، عامل زي الزبادي يعني خدشوبة كده. بس كده لسه اللي احنا خدناه عشان حساسية كبيرة يعني. وده اسمه عشان البتاع ده السوبر ماركت موجود في كل المدن، يعني كل المدن موجود فيها الفروع اسمها عشان. بس كده. والآن الذهاب إلى البيت.